ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني طبعا، انا غايبه عنكم بقالي كتير، بس زي بعض حقكم عليا. هنعمل النهارده مع بعضينا طاجن باميه بالطريقه بتاع ستي وستك. هنجيب توم 6 7 فصوص توم مع بصلايه معلقه سمن، ونشوحهم مع بعض. طبعا السمن البلدي في الاكل ده بيبقى ليه طعم تاني. كيلو الا ربع باميه ياخد كيلو طماطم. هتنزلي بالطماطم عليها واللحمه تكون مستويه، سلقاها على جنب عشان خاطر ما بتاخدش سوا كتير. اللحمه لازم تبقى مستويه معاكي عشان تبقى حلوه. بس هنسيبها مع بعضيها كده، نحطها في طاجن وهندخلها الفرن 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير. وده الرز: معلقه سمن، شويه شعريه، كيلو رز غاسلينه ومصفينه. وهنسوي الرز مع بعضينا، مش هياخد اي وقت معانا. الاكله دي حرفيا تلت ساعه وتكوني مخلصه، مش محتاجه منك اي وقت ولا مجهود. وطبعا لو انتي لسه شايفاني، ما تنسينيش بقى بتعليق حلو منك واشتراك لو انتي لسه ما اشتركتيش. يلا اعمليها بقى وجربيها، وبألف هنا يا حبيبتي. متنسيش تدعيلي بقى. شكرا ليكم. اوعى تفكر ان انت هتنجح في شغلك من غير ما ربنا يديك التوفيق في حياتك. اوعى تفكر ان ربنا يديك القبول على وشك من غير ما يكون عندك ثقة في ربنا. اوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيديك التوفيق والنجاح في حياتك وانت بعيد. عشان كده انت لازم تحط المعتقدات اللي انا هقولها. اول معتقد ان يكون عندك ثقة بربنا، ثقة ان ربنا يقدر يعمل اي حاجة في اي وقت. انك يبقى عندك ثقة ان ربنا ممكن يبدل حالك في لحظة، يبدل حالك في لحظة. تنام بالليل وانت مخنوق ومتضايق، وتصحى الصبح تلاقي ربنا فرجها من عنده. تنام بالليل والله ما فيش في جيبك ولا جنيه، وتصحى الصبح تلاقي عميل خم هيموت ويشتري منك، يموت وبدل 3% تاخد 20% كمان. تنام بالليل والدنيا كلها مقفولة والناس مش معاك، والشركة عندك بتقول انت لا مطرود، وربنا من فوق 7 سما يقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احنا هنعمل حاجة حلوة مع بعضنا النهاردة. هنحط كوباية السمن، نص كوباية 3/4 كوباية سمن زي ما انت شايفة قدامك في المج، سمن وزيت مع بعضيهم. كوباية زبادي وكوباية لبن مش مليانة بنفس الكوباية اللي هنحط بيها السمن، وكوباية الا ربع سكر، ومج مليان سميد سادة. اهي كوباية الا ربع سكر هنحطها كلها. وتقريبا بالظبط الدقيق قد السميد، يعني عندك مج سميد يبقى مج دقيق قدامه، الا اذا احتجتي بقى رشه دقيق تاني ولا حاجه حطيها. لو عندك جوز هند هتحطي ربع كوبايه. انا ما حطيتش، ما كانش عندي، بس كانت ربع والله. و3 بيضات. وطبعا مش هننسى ال2 فانيليا ومحسن كيك. بس بصراحه كانت رهيبه، يعني بصراحه اول مره اعملها، بس كانت خطيره ممتازه، طعمها تحفه. للناس اللي بتحب الكيكه والبسبوسه احنا جمعناهم مع بعض. هتعجبكم قوي، جربوها وهتعجبكم جدا. حاجه كده خفيفه وحلوه ولذيذه وفعلا فعلا طعمها حلو قوي وهتعجبكم قوي. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حطيت الدقيق تقريبا قد السميد، يعني بالنظرية كده، لكن السميد انا كان عندي فحطيته في طبق، فهما الاتنين تقريبا قد بعض، لان هو لازم تعملوهم قد بعض. ده مج مليان بس انا حاطاه في الطبق. طبعا المحسن كيك مش هينفع ننساه خالص. عندك بقى خل تحطي معلقه، انا ما كانش متاح، يعني ما كانش فيه ما حطيتش خل، نسيته، بس كانت حلوه والله وتحفه جدا. تمزجي العجينه ببعضيها. بصي كده انت واخده بالك ان هي خفيفه جدا زي الكيكه بالظبط.
طبعا دهنا الصينيه بتاعتنا سمنه او زيت، وعطيناها رشه دقيق، والفرن معانا مسبق التسخين على 180. وطبعا هنوطي اول ما ندخل الصينيه على طول، مش هنخليها على العالي، هنوطيها وندخل الصينيه. هنحطها على الرف مش على البلاط عشان متحرقش منك. اول ما تلاقي الحروف بتاعتها احمرت هتبصي عليها بعديها كده ب10 دقايق، هتلاقي الحروف احمرت، هتفتحي لها الشعله وتوطي وانتي واقفه، ما تسيبيهاش عشان ما تتحرقش منك، ما بتاخدش نص دقيقه. هتطلع معاكي بالطريقه دي، وتكوني مجهزه لها الشربات: كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، عصره ليمونه، وتسيبيها على نار هاديه شويه لحد ما الشربات بتاعها يبقى حلو كده، مش خفيف ومش تقيل. وطبعا هتطلعيه من الفرن يكون الشربات سخن، تسيبيه يهدى حبه وبعدين تزودي، هتعجبكم اوي. حاجه كده جميله خفيفه، لعشاق الكيكه والبسبوسه هيدمنوها، هتبقى ادمان عندكم. وبألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. قومي جربيها، انتي لسه ما جربتيش، يلا قومي جربيها حبيبه قلبي، متحرمش منكم. منساش التعليق الحلو لاختك، والاشتراك ومشاركه الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم.